عايزين نقول كلمه للعدو الصهيوني نغيظوا بيها بمناسبه ان احنا كسبنا الحرب. جالت مصر عمرها ما هتموت. حركة مؤمن ايه من زكريا. مالكوش عزا اصلا. انا بغيظ اسرائيل وبقول لهم اديناكوا على عينيكم. نفخناكم مش لاقي، اصل دول باردين. الحمد لله اللي احنا كسبناكم. اولاد الذين علمنا عليكم 6 اكتوبر. المصريين علموا عليكم. انت منين؟ السودان. ما تجيش تلعب معانا تاني. اهل اسرائيل تعالوا لعبونا على سينا نشوف مين هيربح. اكتب بقى كلمه اربح في رساله وابعتها لاسرائيل. ايوه رقم واحد. طز فيكم كلكم. العبوا غيرها مش هتعرفوا تعملوا معانا حاجه. تمام. حرب اكتوبر كانت ماتش، وكان دفاع قوي من قبل القوات المصريه. اعتبر ان الحرب ماتش، علق بقى على الحرب كانها ماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. ادينا شايفين دلوقتي العسكري اهو طالع من الخندق بتاعه وبيعمل عمليات الاحماء. هوبا يلا يلا يا وحش، يلا ربنا معاك، مصر بتناديك. ركب الدبابه، طلع القنبله، هي هوب يلا. ايه اللي حصل؟ له في نص الدبابه. داخل بالصاروخ، والله ودخل في راس الراجل. الجند المصري الان متقدم، ثم اخذ سلاحه وعلى راسه الجند الاسرائيلي. يا لا ده العدو خلاص دفاعاته ارتبكت. هوبا العسكري المصري بيلعب البازوكا بتاعته ده بيحلق عليه من ناحيتين. هوبا هتيجي عرضيه خضرا هوب في السيف وشه. الجيش المصري اهو، الجيش المصري دخل بقوه، كل قوه. يا سلام الله عليك، ويوزع هوبا جول. مين يا عم احنا في حرب؟ العسكري ماشي مثلا بيعرض بالحته الار بي جي بتاعه وقام جاب له في نص دماغه فلو. شوف وصل المصري. الله عليك. داخل بالدبابه اهو، هيضرب ولا ايه؟ هيضرب ولا هيعمل ايه ده؟ كفو عداك العفو. ساعة الصفر الطيارة طالعة. الله اكبر. هوبا على دفاعات الإسرائيليين. عسكري بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. العسكري المصري ضرب صاروخ هوبا. اهو داخل بالسلاح وبيشوف مين ده بيوطي ولا ايه ده؟ اهو هيديله. الجند المصري ماشي وهوبا ولقط الجند الاسرائيلي وضربه بالنار وموته. بس كده مات. عسكري مصري يدي واحده هوبا الحطه والنطه والقطه والبطه. يا ابني دي حرب يا عم. وشوف طيران سمو الطيران يقصف وطلع عليه علم مصر، ورفعنا في سينا ورفعنا راس العرب كامل فوق. وكاد اسرائيليون يولولون ويلا من المصريين. فاكر حرب 73 كويس؟ الى حد ما اكيد لان انا بدرس تاريخ. تدرس تاريخ؟ طب قولي كده 5 من اسماء قاده حرب اكتوبر. لا مش فاكره. تدرس تاريخ. فرحانين كلنا. ده مش عيد للمصريين بس، لينا احنا كلنا كعرب. شايف خلق جديده موجوده النهارده. شفت عصابة هدم الكون، بوش وبلير والمدعو شارون كل يوم يزرعوا عدوان في فلسطين وجنوب لبنان، ولا الشن على الأفغان، ولا خيانة أصله كمان. كل يوم بيموت إنسان. اصحي يا وحدة كفاية سكوت، 1000 شهيد وسلام بيموت. ربنا يستر عليك يا عم، وطول الليل على تعبتني يا أخي، تعبتني. تعبتك عملت لك ايه طيب؟ مش شايف. والزعيم كل شوية. يعني أنا شايف دلوقتي اللاب، تطلع لي في الشارع. ينفع الكلام ده؟